واحدة من أغرب عمليات التهريب اللي ممكن تسمع عنها في مطار القاهرة. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية قالت إن سلطات المطار والأمن المصري قدروا يمنعوا محاولة تهريب لكائنات حية نادرة مهددة بالانقراض في مطار القاهرة. راكب أجنبي كان جاي وعايز يدخل معاه ناشونال جيوغرافيك كلها، كان معاه مجموعة من الزواحف والعناكب والحشرات ومش معاه أي حاجة من الشهادات الدولية المطلوبة، ودي تعتبر مخالفة صريحة لاتفاقية سايتس اللي بتنظم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض. حضرتك مش معاك وزن زايد، أنت معاك خطر بيولوجي. شايل 40 عقرب غابات فيتنامي، على 5 عقارب صفرة من البرازيل، على 65 كائن من انواع مختلفه منها الكوبرا البخاخ وتعبان الامازون. ايه حضرتك جاي تفرش في سوق الجمعه؟ 2 3 4. اضافه لده 199 كائن محظور تداولها بيئيا. طب ما كملتش 200 ليه؟ افتكرت تجيب حاجه تلبسها؟ الحمد لله المهرب اتمسك وخدوا جميع الكائنات لحدائق الحيوان التابعه للهيئه علشان يحافظوا عليها ويتعاملوا معاها بيطريا لحد ما التحقيقات تخلص.